اول حاجه هنتعلمها في الاليستريتور ان احنا نفتح برضو ملف زي ما اتعلمنا برضو في الفوتوشوب. بنيجي من فايل، طبعا دي واجهه البرنامج زي ما انتم شايفين، بس طبعا لسه ما فتحناش ملفات فعشان كده شكلها كده. هنقول فايل ونقول له نيو، فايل نيو، تمام. وبعد كده هنبتدي بقى هنلاقي نفس البريسيتس بتاعه موجوده برضو بتاعه الفوتوشوب نفسها هنا، برضو نفس الاعدادات بالظبط، بس هيبقى في حاجه اضافيه هقولها لكم هنا في الاليستريتور. طبعا ممكن تختاروا من الويب على طول المقاسات الجاهزه اللي هي مثلا الكومون الشائع، يعني الشائع، او المقاسات اي مقاس عايزينه من هنا، مينيمم مثلا، مقاس صغير، مقاس كبير، ايا كان. يا اما تكتبوا زي ما احنا اتفقنا المقاس هنا اللي انتوا عاوزينه، مثلا 2000 في 2000، ده لو بتعملوا حاجه على اليوتيوب، مثلا صوره مصغره او اي حاجه على على الويب سايت عامه، تمام. واتفقنا طبعا في الفوتوشوب ان لما هنيجي نحط حاجه على شاشه بنختار الار جي بي، تمام، من هنا اللي هو الكالر مود. ولو حاجه برنت هنطبعها بنختار الاس ام واي كي، هو حتى جابها لنا هنا تلقائي على طول. طيب طبعا زي ما احنا متفقين برضو ان هي هنا الويت وهنا الهاي اللي هو الارتفاع، العرض بتاع الصورة والارتفاع بتاعها لو حابين تظبطوه. وطبعا بنشتغل، في ناس بتشتغل على فكرة بالنسبة للإليستريتور لما الناس بتشتغل بالسنتيمتر او بالمليمترز بيبقى افضل لهم، علشان لو بيتعاملوا بمقاسات معينة. ففي ناس بتحب السنتيمتر اكتر فبتختاروها من هنا، او زي ما بتفضلوا على حسب شغلكم برضو. وهنا بتختاروا الصورة عايزينها بورتريه، يعني عايزينها بالطول ولا عايزينها بالعرض، تمام. وعايزينها الارت بورت. هنا بقى الارت بورت دي لوحدها ليها اعدادات زيادة عن الفوتوشوب شوية، هقولها لكم دلوقتي، بس خليها وان ارت بورت دلوقتي، وهفهمكم ايه هي الارت بورت، عشان هنا في الاليستريتور هنستخدمها كتير جدا، تمام. يعني هي حاجة مهمة. طيب بالنسبة هنا دي دي الهوامش دي كلها هوامش. الهامش بتاع اللي فوق، والهامش بتاع الجزء اللي تحت، والهامش بتاع الرايت، والهامش بتاع الليفت، يعني احنا عايزينهم قد ايه. طبعا لو انتوا عاوزين الهوامش دي تتعمل في الرايت والليفت فقط، فلازم تشيلوا اللينك ده علشان تكتبوا مثلا عايزين هنا الهامش زي ما كان 0، وهنا كمان عايزينه 0 زي ما كان، وهنا مثلا حابين 5 سنتي و5 سنتي اللي هو الليفت الشمال واليمين، الليفت والرايت، فعشان كده شلنا اللينك. لكن لو عملنا اللينك تاني يبقى لازم كلهم هيبقوا زي بعض على الليد ديت، كلهم هيبقوا 1 سنتي، 2 سنتي، 3 سنتي، 5 سنتي. مثلا خليها 5 سنتي. وتعالوا مثلا نختار دي، قلنا السي ام واي كي دي لو احنا واقفين عند البرنت هنطبع حاجه يبقى لازم هنختار السي ام واي كي. لو على فكره اخترنا حاجه غير كده هو هيديني علامه، هيقول لي ايه ده، انت ازاي انت ناوي تطبع وهتعمل ار جي بي؟ ما ينفعش، فلازم تختار السي ام واي كي، هو بيحذرك عشان تاخد بالك يعني. تمام. وهنا في بقى المور سيتنج دي، تعالوا نضغط عليها، مهمه جدا جدا لو هنعمل ارت بورت اكتر من ارت بورت. يعني ايه ارت بورت؟ يعني الدوكيمنت هنا في الاليستريتور بيسمي الصفحه دوكيمنت. عايزين اكتر من ارت بورت، اكتر من بيج جوه الاليستريتور نشتغل فيه، تمام. فساعتها بنيجي هنا ونختار النمبر، عايزين كام ارت بورت عندنا. عايزين مثلا 3 4، تقعدوا تعلوا او تكتبوا الرقم على طول. لو كتبتوا مثلا 10000 اهي هتقول له مثلا انا عايز 10000، هتبص تلاقي هو من نفسه لو جيت وقفت هنا هو عمل لك من نفسه 100 صفحه، او قلت اوكي مثلا، لا هيجيب لك برده 100 صفحه، لان ماكسيمم عندنا هو 100 صفحه اصلا. عشان تشتغل على 100 صفحه برده هنا في الاليستريتور مره واحده هيبقى الملف هيكون تقيل جدا جدا جدا، فبيفضل لو تشتغل على 6 7 صفحات مثلا. لكن عايز بقى اكتر من 6 7 وما يبقاش تقيل قوي، يبقى خليك في الانديزاين يعني، تمام. فدلوقتي انا مثلا هعمل 6. هو هنا بيقول لي انت عايزهم يجوا ازاي، عايزهم يجوا من الشمال مثلا رقم 1 2، وتحت الشمال برضو 3 4، فهو ممشيك بالاسهم هنا شارح لك. وهنا لو عايزهم يجي مثلا رقم الصفحة الاولى فوق شمال 1 وينزل تحت الصفحة تحت 2 رقمها،
ورقمها 3 لو نزلنا لو جينا فوق كده، يعني فاهميني ازاي؟ فهنا عايزين الرصه بتاعه الصفحات بتاعتك تكون ايه ازاي، ولا عايزهم جنب بعض؟ يعني مديك سهم كده شمال، يبقى من الشمال لليمين عايزهم جنب بعض ولا ينزلوا تحت بعض؟ فاهمين ازاي؟ فلو قلنا مثلا خليهم اول واحده دي اللي هي ايه من الشمال 1 2 3 4 5 6 مثلا، تمام. وعايز طب تسميه الملف بتاعك ده اصلا حاجه، لو مثلا بتعمل تصميم لوجو او بروشور او اي حاجه عايز تسميه، او تكتب لوجو مثلا اي حاجه، ونقول مثلا ايه هنا البروفايل دي بيقول لك انت عايزها تكون برنت ولا ويب ولا موبايل ابلكيشن. يعني لما تيجي تعمل اي حاجه على الموبايل فهتديك تعمل صوره مثلا للموبايل فهيديك حجم الموبايل. لو عايزها برنت حاجه هتطبع، لو دوست برنت كده وبرده جيت هنا اخترت الار جي بي هيديك نفس العلامه دي، عشان هيقولك انت ازاي جاي تطبع وبتختار الار جي بي. احنا الطباعه لازم السي ام واي كي، تمام، زي ما اتفقنا في الفوتوشوب السي ام واي كي اللي هو السيان والماجنتا ويلو وبلاك، دي شرحناها في الفوتوشوب، تمام. طيب دلوقتي انا قلت له عايزه ارت بورد خليهم ايه، خليهم قلنا 6 ماشي، واخترنا اول واحده بالشكل ده هيظهر لي. وعايزين الايه السكاترنج، يعني المسافه بين كل ارت بورد وارت بورد تبقى قد ايه. فانا مثلا نخلي المسافه تكون 5 بت، تمام. وخلي الكولم بتاعنا هما لو 6 وعملنا 3 كولم يبقى هيبقوا كل 2 في ايه في كولم من فوق، يبقى خليهم كل 2 يبقى هما بيبقوا 3، تمام. وهنا السايز الليتر بتاعي عايزاه ايه 4 ولا عايزاه ايه 3 ولا عايزاه لارج ولا عايزاه ايه ايا كان ايه. فانا مثلا لو اخترت A4 يبقى هيجيب لي الورقه بتاعت الA4. طبعا بما انها A4 فهتبقى بالطول، فانا هختار له من هنا انا عايزاها ايه بالطول مش بالعرض، لان لو بالعرض مش هتبقى A4 هتبقى مقاس تاني. لو انا حابه مقاس اكبر من كده شويه فانا ممكن برضو اغيره. هو جايب لي 595 انا ممكن مثلا اخليه 600. هنا جايب لي 841 انا ممكن اخليه 900. هنا اخليه 600 فقط، مش عايزه انا الايه الزيادات ديت. وعملناه بالطول زي ما اتفقنا. وجينا هنا بيقول لي البليد اللي احنا قلنا عليها من شويه اللي هي الهوامش، انا عايزه الهوامش 5 سنتي ماشي. يبقى انا كده بعدل على الارت بورد اللي هتنزل لي كلها، هتنزل لي بالمقاسات اللي انتوا شايفينها دي. وطبعا انا عامله اللينك عشان كلهم الهوامش تكون كلها ايه 5 سنتي، عشان دي بتنفع يا جماعه لما بتيجوا تعملوا مثلا بيزنس كارد مثلا، وهيجي المطبعه هتيجي تطبعهم كلهم جنب بعض، فبالتالي بتقص، فلما بتيجي تقص ممكن تقص لك ايه من البيزنس كارد جزء من البيزنس كارد ويكون الجزء ده مهم، فبالتالي انت بوظت البيزنس كارد بتاعتك. فانت اعمل هامش عشان لما يجي يقص مظبوط، وفي نفس الوقت ما ياكلش من الايه من البيزنس كارد اللي انت عامله. فدي مهمه جدا لما بنيجي نعمل البيزنس كارد عامه، تمام. طيب بالنسبه للسي ام واي كي والكلر ايه اللي هو الكلر مود عامه، قلنا ان الطباعه لازم ايه السي ام واي كي. لو انا هحط حاجه على الشاشه يبقى ار جي بي. معروف ان الالستريتور ما فيهوش حاجه اسمها جوده صوره. ليه؟ لان الحمد لله ما عندناش بيكسلز هنا، فاحنا نقدر احنا هنشتغل بالايه بالباس او بالفيكتور، فبالتالي الصوره ما بتكونش ما بتبكسلش، يعني مهما كبرناها ما بتبكسلش. فهنا هو بيقول لي راستر افكت، دي يعني يقصد لو انت اخدت حاجه من الفوتوشوب، يعني ممكن انت تيجي تشتغل فتحتاج صوره من الفوتوشوب، فانت في الحاله دي هتحتاج بقى الحاجه اسمها الراستر افكت. ساعتها هتقول له لا انا عايز الجوده بتاعت الصوره 300 مثلا بيكسل، فانت في الحاله دي بتنزل حاجه اصلا موجوده فين على الفوتوشوب. فلو هتطبعها يبقى لازم تعمل ايه هنا تعمل 300 زي ما احنا اتفقنا في الطباعه. لو مش هتطبع وهتحط على السكرين يبقى هتعمل ايه 72، تمام. فنعتبر كاننا هنطبع حاجه وفيها صوره، ده لو حصل وحطيته صوره من الافكت اللي موجود من عندنا على الايه على معموله على الفوتوشوب يعني. لكن لو احنا بنرسم نعمل لوجو بنعمل اي حاجه على الالستريتور مش هنحتاج اصلا للجزئيه دي خالص، مش تفرق معانا. طيب البريفيو مود الافتراضي بتاعنا، احنا عايزين الوضع الافتراضي بتاعنا. طبعا لو عايزينها بالبكسل هتعملها بالبكسل، بس احنا اصلا كده احنا قلنا احنا على
الالستريتور اصلا مفيش بيكسلز، فاحنا هنخليها على الوضع الافتراضي بتاعها اللي هي الديفولت. ماشي. ودلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل create document، يعني هقول له create لي الدوكيمنت اللي انا اخترتها دي وهتظهر لكم بالشكل ده زي ما احنا اتفقنا. احنا قلنا 3 كولم، يبقى ايه 1 2 3 4 5 6، يبقى بنعدهم بالشكل ده. طيب احنا كده لما فتحنا الملفات زي ما انتم عارفين طبعا هنا المنيو بار بتاعنا، هنا الاوبشنز بار، الاوبشن بار بيتغير مع تغير الاداة زي ما احنا اتفقنا. بس هنا الاوبشن بار بتاعنا ليه اسم مختلف واللي هو كنترول. لو بصوا لغيناه من هنا، شفتوا ايه اللي حصل؟ من ويندو، قائمة ويندو، لو جبناه تاني كنترول اهو، هو هنا اسمه كنترول، لكن هناك في الفوتوشوب اسمه الاوبشن بار. ماشي، عشان اوبشن اعدادات، فهو بيغير الاعدادات بتاعه الاداه. تمام. طبعا ده التول بار وده الايه المنيو بار. طيب لو خدتوا بالكم لما انا ضغطت على الويندو وجبت كنترول ولغيت الاوبشن بار او الكنترول هنا بيسموه، في حاجات تانية برضو اللي هي ايه هنا التولز. لو خدتوا بالكم وضغطنا عليها برضو هنلاقي حاجه اسمها ديفولت، يعني التولز بتاعتي بوضعها الافتراضي. ايه بصوا انا لغيتها من غير ما اقصد، فانا بدوس على ديفولت عشان تظهر تاني. فانا كده الادوات ديت بتاعتي انا بحتاجها كلها، فليه نلعب فيها؟ فعندنا ورك سبيس، الورك سبيس ديت مثلا انا حبيت اوريكم الجزئيه دي. انا مثلا عندي الايه البانلز ديت، وجيت هنا عملت ويندو وعملت ايه ورك سبيس وقلت له نيو ورك سبيس وسميتها مثلا باسمي دنيا واقول له اوكي. ماشي. وانا جيت دلوقتي اهي اسمي اهو موجود. لا انا جيت مثلا عملت اسينشال وقلت له ايه ريسيت اسينشال. بس انا حبيت مره تانية لما فتحت الجهاز حبيت ان انا عايزه ارجع دنيا اللي انا بستخدمها كتير، البانلز اللي انا بستخدمها كتير، فانا عايزاها، فانا سميتها دنيا. فانا ايه ضغطت على دنيا فجابها لي على طول. فانا مثلا خليني اعمل اسينشال تاني واعمل ريسيت اسينشال، وخليني ان انا مثلا انا اكتر حاجه بستخدمها هنا اللايرز طبعا، اللايرز. وايه تاني بستخدم حاجه اسمها في الويندو، هنا في الويندو لو جبناها سويتش، فاحنا هننزل بالايه بالسهم اللي تحت ده خالص هتلاقوا سويتشز هنا اهي سويتشز، هتضغطوا عليها. دي هتحتاجوها برضه كتير جدا. مش عايزه انا طبعا دي، اما بيفتح لك معاك اكتر من بانل. وممكن كمان تحط البراش، مثلا انت بتستخدم البراش برضو كتير فهتحطها جوه السويتش، فهتلاحظوا كده ان في لون ازرق هتسيبوها هتبقى ايه هما الاتنين في نفس الايه المجموعه. تمام. خلونا مثلا نجيب اي حاجه تانية ونجيب مثلا الترانسفورم دي عشان لما بنيجي بنستخدمها لما بنيجي مثلا، او الباث فايندر دي برضو هتستخدموها كتير جدا وهنشرحها كتير قوي. فدي مثلا عايزين نستخدمها هنا كتير. خلينا نقفل دي مش عايزاها اهي. بصوا لما لقيت الخط الازرق ده عملت كده بحيث ان انا اقدر احركهم هما الاتنين مع بعض. ماشي. انا لزقت دول وحركتهم بصوا مع بعض زي ما انتم شايفين. دول انا مثلا بستخدمهم كتير فهحطهم مثلا هنا برضو. وزي ما انتم شايفين انا اللايرز بستخدمها كتير وبستخدم دول كتير، فانا ايه هكبر مثلا لاير كده وعايزه ايه اخلي دول يتحفظوا على انهم ايه موجودين عندي على طول، بحيث ان انا بستخدمهم كتير ما اقعدش بقى كل مره اقعد اجيبهم كل ما اجي اشتغل واضيع وقت. وهطلع فوق لو انا لقيت السهم ده خالص وهختار ورك سبيس زي ما اتفقنا واقول له نيو ايه نيو ورك سبيس. هسميها المره دي إيه مثلا، مش هسميها دنيا مثلا، هسميها مشروعي مثلا، مشروع مثلا. وطبعا لو بتعملوا مشروع معين وبتستخدموا بيه الادوات دي ممكن تكتبوا اسم المشروع ده وايه واقول اوكي، وبالتالي هلاقيها هنا على طول. فانا لقيت قائمتين، عندي دنيا اهي وعندي مشروع اهي اللي هي مين الحاجات اللي انا اخترتها بس. طيب امتى بقى انا لو كتبت كذا حاجه هنا وعايزه امسح دول مش عايزاهم كلهم، فانا في الحاله دي ممكن من هنا من السهم ده اجي على المانج ورك سبيس وابتدي اقول له امسح لي ايه امسح لي دنيا من ايه من هنا. ماشي. طب اعمل لي مشروع جديد، ادوس اللي هي علامه شبه اللاير كده نيو ورك سبيس واقول له ايه اعمل لي مشروع جديد. ده لو انا ايه واقفه برضو ايه وعامله حاجات جديده. تمام.
طيب فانا خليت مشروع بما ان ايه انا بستخدم بصراحه الحاجات دي كتير قوي، فبدل ما اقعد ادور عليها انا عايزاها موجوده هنا، فانا هخليها يا اما برضو زي ما اتفقنا من ويندو ورك سبيس واجي عند مانجمنت ورك سبيس من هنا وامسح او اضيف ايا كان. تمام. يبقى عشان نضيف لازم نكون عملنا ايه حاجه جديده. عايزه مثلا القايمه دي كمان ترانسبيرنسي مثلا، وعايزه برضو اعمل ايه يا اما من هنا نيو ورك سبيس يا اما من ويندو ورك سبيس نيو ورك سبيس. طبعا انتوا تعملوا اللي ايه اللي بيختصر لكم الوقت اسرع، فهنا طبعا اسرع لكم. ماشي. فين الارت بورد اللي كانت عندي، فانا اعمل ايه كنترول 0 من الكيبورد عشان يديني الارت بورد. طب انا اداني الارت بورد واحده بس، انا كنت جايبه 6 ارت بورد، طب انا عايزه اشوفهم كلهم، يبقى كنترول الت 0 من الكيبورد. خلي بالكم مهم جدا الكلام ده، انتوا هتحتاجوا الاختصارات بطريقه فظيعه عشان تسهل لكم الشغل. فانا لما عملت كنترول 0 ادتني اللي هي الارت بورد واحده بينتها لي. طب لو انا عايزه ابين الست زي المره دي اعمل كنترول الت 0. طب الكلام ده بيجي منين برضو؟ بيجي من فيو. لو خدت بالكم فيو في هنا زوم ان زوم اوت. زوم ان اللي هي كنترول زائد، هوريها لكم من لو دوسنا عليها بتعمل لكم ايه اهي. انا بدوس كنترول زائد من الكيبورد بتفضل تعمل زوم زوم زوم. زوم اوت كنترول ناقص 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 من الكيبورد. ماشي. طيب عايزه برضو زي ما قلنا فيت اون سكرين اللي هي ايه فيو فيت ارت بورد ان ويندو، يعني توريكي زي ما احنا اتفقنا بتورينا واحده بس ارت بورد واحده، يبقى كنترول 0 لو دوسنا عليها اهي تبين لي واحده بس كنترول 0 من الكيبورد. طب كنترول الت 0 ايه كنترول الت 0 تديني ايه تديني فيت اول ان ويندو، يعني ايه يعني كل الايه الارت بورد اللي عندك في الويندو. تمام. طيب وهنا فيو دي بقى بتدينا الايه الاكشوال سايز. بصوا اللي هو ايه يعني اكبر حجم ايه لاول واحده. تمام. يعني بتكبر لك برضو اول واحده. تعالوا نعملها من الكيبورد، هتبقى ايه كنترول 1 زي كانك بتعمل زوم بس ايه مره واحده في ايه في اول ارت بورد. او لو واقف على ارت بورد معينه، مثلا واقفه في الارت بورد دي وبشتغل عملت كده وعايزه اقف عند اقرب عند الحته اللي انا اصلا كنت واقفه عندها، يبقى اعمل ايه كنترول 1 هيرجع لي ايه الحته اللي انا كنت واقفه عندها اصلا. تمام. كنترول 0 كنترول الت 0 زي ما انتم شايفين. بصوا اللي بيحصل كنترول زائد كنترول ناقص وهكذا. دي تتحفظ زي عينيكوا عشان دي وانتوا بتشتغلوا هتبقى يعني هتعقد عيشتكوا لو انتوا مش عارفينها. هتيجوا تشتغلوا هنا تشتغلوا هنا تشتغلوا هنا، تقعدوا بقى ايه تعملوا بقى معلش تجيبوا الاداة بتاعه الزوم علشان خاطر تعملوا زوم 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 كده، او تيجوا كده بالكيبورد تقعدوا تزقوا. لا ما برضو الموضوع يبقى صعب قوي. تفتكروا في اداة تانية في طريقة تانية في طريقة تانية عشان نعمل زوم ان وزوم اوت بطريقة سهلة برضو. لو جينا عند ويندو واخترنا نافيجيتور نضغط عليها هتدينا ايه حاجة زي ايه شبه خريطة كده. لو دوسنا كده بصوا هنا بتعمل زوم ان هنا زوم اوت. احنا عندنا الزوم في الالستريتور اخره 6400 يعني حاجه كبيره بيعمل زوم جامد جدا. طب عشان نقدر نفهم الزوم ده اكتر ممكن اجيب لكم اي رسمه. خلينا نفتح اي حاجه ملف مثلا الصوره دي انا عايزه ازوم على الشباك. تمام. فانا هاجي هنا وايه واعمل له زوم ان. عايزه الشباك نفسه هو اللي يبان. فاهمين الفكره ازاي؟ انا ممكن اكبر دي حتى عشان ابقى شايفه انا بعمل ايه. ماشي. عايزاه يجيب لي الشباك بس، فانا هجيله عند الشباك واقول له اقف لي هنا. دي بتنفع لو انا برسم خريطه على الالستريتور، والخريطه طبعا فيها يعني بيانات كتيره فيها حاجات كتيره قوي، فانا مش عايزه بقى كل شويه اجي اعمل زوم ان زوم اوت ادور انا عايزه فين. لا انا هجيب النافيجيتور ديت وابتدي ايه اقول له النبي هات لي الحته دي. طيب اقف بالايه بالكنترول واقول له هات لي الحته دي مثلا. طب هات لي الشباك ده بالظبط، هات لي الحته اللي عند الشباك دي مثلا. فهمتوا ازاي؟
فدي هتفيدكم قوي قوي في الشغل. خلي بالكم موضوع الزوم ده ما تستهونوش بيه لانه مهم جدا. فمثلا عايزه الجزئيه دي مثلا اهي، هات لي الجزئيه دي مثلا اهي. فهمتوا ازاي الفكره؟ طيب هنا دلوقتي لما فتحنا الملف وجاب لنا الايه الست ارت بورت دول، افرض انا بعد ما جبت الحاجات دي انا دلوقتي عايزه اعدل على الحاجات دي، اعمل ايه؟ طيب ممكن ان انا اجي عند قائمه فايل ماشي، وابتدي اقول له ايه دوكيومنت سيت اب. لو ضغطت عليها كده هتلاحظوا ان الحاجات اللي كانت في الاعدادات قبل ما نفتح لما عملنا نيو جات لنا زي لو انا عايزه اعمل البليدنج دي اللي هو الهوامش اللي هي الحمراء زي ما انتم شايفين. لو برضو تعالوا نعمل كانسل دلوقتي واوريكم، اعمل زوم قوي عشان تشوفوا. شايفين الاحمر ده؟ دي هوامش. يعني ايه هوامش؟ يعني لما انا هاجي هطبع الكارت ده هيبقى فيه حته زياده، بحيث لما يجوا يقصوا هيقصوا الحته دي، مش هيقصوا من الكارت نفسه. فهمتوا الفكره دي؟ فالهوامش ده مهمه عشان لما تيجوا تشتغلوا بتعرفكم تبداوا تشتغلوا منين. فانا هبتدي اشتغل مثلا من هنا. فهمتوا ازاي؟ لكن لو انا ما عملتش الهوامش دي وجيت اشتغل، افرض انت كتبت او عملت حاجه مهمه او لون مثلا مش عايزه يتقص، افرض الكارت البيزنس كارد مثلا ده لونه ابيض واللي جنبه لونه اسود، هيجي هيقص غلط، فهيدخلك الابيض في الاسود، هيبوظ لك شكل البيزنس كارد. فانا بعمل البليدنج ديت علشان تخليني ابقى عارفه امتى اخلي مساحه، او لما يجي هو هيقص هتسهل له هو في القص، ان هو ما يقصش الزوايد، يعني ما ياخدش من الكارت. طيب فانا بجيبها ازاي تاني؟ بدل ما اطلع من بره وعايزه اعدل عليها واخليها مثلا 7 سنتي، عايزاها مش موجوده اصلا، افرض انا مش عايزه اشتغل بيها، فهنيجي عند الدوكيومنت سيت اب وهبتدي اقول له خلي لي البليدنج ديت مثلا 7 او 9، او مثلا اقول لك خليها 0. فهمتوا ازاي الفكره؟ مش عايزه بليدنج خالص، هقول له خليها 0. هنقول له اوكي. طيب وعايزين برضو نعدل على اللي هو دوكيومنت كولر مود. انا مثلا وانا بشتغل نسيت ان انا عامله السي ام واي كي، وانا مش عايزه السي ام واي كي، انا عايزه ار جي بي. انا حاجه هعرضها على شاشه مش هطبعها، يبقى اعمل ايه؟ ار جي بي من هنا على طول. بدل ما انا هطلع من بره، لا هعدلها من من فايل على طول، دوكيومنت كولر مود ار جي بي. نحفظ الحاجات دي يا جماعه، هتفيدكم جدا جدا في الشغل عشان هتسهل شغلكم كتير. في حاجه كمان ممكن نعملها في برضو الاوبجكت، قائمه اوبجكت. لو جينا هنا هتلاقوا ارت بوردز. الارت بوردز هتلاقوا حاجه اسمها ري ارينج دي يعني انا بقول له عيد ترتيب الارت بوردز بتاعتي. فانا مثلا حبيت ان انا اقول له لا خليها لي صف واحد لو سمحت، ويخلي لي السكاترنج بينهم، اللي يعني المسافه بينهم ما تكونش كبيره. فانا عايزاها واحد مثلا بيت مثلا، واقول له اوكي. بصوا جابها لي بالشكل ده. هقول له كنترول الت 0 زي ما اتفقنا. وتعالوا نخلي دي هنا كده عشان نشوف، نعمل بالسهمين دول، نعمل كده عشان نبقى شايفين كنترول الت 0 وشايفين كل الست بورد اهي. بصوا 1 2 3 4 5 6. كمان احنا عندنا اداه اسمها الارت بوردز. يعني احنا عندنا هنا في الاوبجكت اللي هي الارت بوردز ري ارينج، وفي عندنا هنا برضو اداه اسمها ارت بوردز. طب الاداه دي بقى بصوا انا عايزاكم تحفظوها زي عينيكم لانها مهمه جدا. الاداه دي عباره عن بتعدل لك برضو على الارت بوردز، بس في بقى؟ انا مثلا عايزه الارت بورد دي اخليها بالعرض، انا مش هقعد بقى اطلع من بره واقعد اعدل عليها، فانا هقول له اعملها لي بالعرض. فدي حاجه حلوه، انا مش عايزه كلهم يبقوا بالعرض، انا عايزه واحده بس مثلا بالعرض. افرض بتعمل بيزنس كارد وبروشور واكتر من مشروع في نفس الوقت، يبقى انت بدل ما تطلع من بره، اصلا من بره مش هيجيبهم لك كلهم بالشكل اللي انا هقدر اعمله هنا، ان انا اقدر اخلي دي بالعرض ودي بالطول ودي بالعرض ودي بالطول، مش هيعمل لك الكلام ده بره. فدي الاداه هي اللي بتعمل لك الكلام ده. تمام. طيب الاداه ديت برضو بتخليك انك تقدر تكبر الارت بورد وتصغرها. يعني انا مثلا عايزه الارت بورد دي تكبر مني شويه، فانا اجي ممكن اعمل هقف كده واكبرها اصغرها، اعمل المقاس اللي انا عاوزاه. انا عايزه مثلا اخلي الارت بورد ديت اختار مقاسها من هنا اهي A3 مثلا، طب خليها لي A4. فهمتوا؟ عايزاها بالطول، عايزاها بالعرض، عايزه امسحها، عايزه اعمل واحده جديده،
هيقول لي احطها لك فين. انا دوست هنا كانه شبه اللاير كده، هي نيو ارت بورت دي انا احطها هنا مثلا. طب هل ينفع احطها بطريقه تانية؟ ينفع. ينفع ان انا اجي واحطها تحت مثلا هنا. طب ينفع اعمل كده؟ ينفع اعمل انا بقى ايه ارت بورت جديده بمزاجي، فاهمني؟ طب ما تجيش حد بقى يقول لي انا ينفع اعمل سيلكشن على الارت بورت كلها؟ لا طبعا ما ينفعش، لان انت كده بتعمل ارت بورت جديده فهتغطي بقيه الارت بورت. فهمتوا ازاي؟ طب انا عايزه اسمي الارت بورت بتاعتي اللي هي رقم 10 دي، اسميها اسم. افرض انا بشتغل وعايزه الاقي الارت بورت بتاعي بسرعه، فانا مثلا عاملاها لوجو، يبقى انا عايزه اسميها لوجو. اسمي لوجو واقول له اوكي. هو كده سماها لي ايه؟ لوجو. بحيث ان انا عايزه اجيبها على طول هتلاقوا اسمها مكتوب تحت، بمجرد ان انا وقفت عندها، وقفت الناحيه التانيه جاب لي هنا ايه النيم بتاعها ارت ايه بورت 8، هي اسمها كده. لكن انا وقفت عند اللوجو هيقول لي لوجو اهو، انت واقف عندها مظبوط. هنا ممكن تقول له بالسهم ده، تقول له شو، وعايز تقول له عايز ارت بورت نيم، عايز اسم الارت بورت، ولا عايز الايه الديت اون اند تايم، يعني عايز التايم بتاعه، ولا النمبر بتاع الايه الارت بورد. تمام. فانا حابه ان ايه ان النيم بتاعه هو اللي يظهر عندي علشان ابقى عارفه انا واقفه فين. فاقول له ايه احسن خليها النيم. فهمتوا؟ هنا بيقول لي الزوم بتاع الالستريتور بيوصل لغايه 6000 قصدي 64000 في المية بيقدر يعمل زوم. وهنا بيقول لك عدد الارت بورت اللي انت فاتحها. مثلا انا قلت له لا انا عايزه اقف على رقم 7 من هنا، فانا سهلت على نفسي عايزه رقم 3 من هنا وجبته على طول. فهمتوا؟ فانتوا برضو بدل ما تقعدوا تعملوا زوم ان وزوم اوت كتير وتدوروا على الارت بورت اللي انتوا عايزينها، تقدروا من هنا تيجوا تقفوا عند انا عايزه رقم 1. فهمتوا الفكره؟ الحاجات دي خلي بالكم على قد ما هي باينه انها سهله او مش مهمه، هي مهمه جدا عشان تبقوا عارفين، فلازم تركزوا فيها قوي. انا دلوقتي عايزه كل الارت بورت تبان، فانا اعمل كنترول الت 0. في بقى ايه بقى تاني مهم هنا؟ مهم ان احنا التشيك الاولاني ده اسمه موف اند كوبي ويز ارت بورد. دي بقى هتنفعكم في ايه؟ انا مثلا دلوقتي جيت رسمت حاجه هنا ولونتها وتمام والدنيا حلوه، فانا عايزه اخد الارت بورد ده، عايزه الايه الارت بورد تول، وعايزه التشيك ده يكون شغال. تمام. واقول له اديني ايه ده كوبي. فانا هعمل ايه؟ هاجي عند الالت من الكيبورد واسحب الايه الارت بورد دي. هتقولوا لي هتنفعنا في ايه؟ دي مهمه جدا، اكتر تشيك لازم تحفظوه يا جماعه عشان ده هيفيدكم في الشغل جدا. لما هتكون بتعمل بروشور ومثلا الخلفيه بتاعه البروشور كلها نفس الخلفيه، عايزه اوريكم مثال. مثلا انا عملت الشغل ده على الالستريتور، فانا جيت شايفين الخلفيه الرمادي فابيض، تحسوها كده رمادي فابيض، دي مثلا انا عملتها في كل الصفحات. انا كنت بعمل 6 صفحات زي ما انتم شايفين، وطبعا كلهم بنفس الخلفيه الايه اللي ورا، ولكن مش نفس الخلفيه اللي هنا. يعني خليكم في الايه في الخلفيه اللي ورا، ما هي اللي ورا دي يعتبر لاير لوحده. تمام. فانا بدل ما انا هقعد كل لاير او كل ارت بورد اقعد الونها واقعد اعمل لها الشغل من اول وجديد، فانت تقدر تعمل ايه؟ تاخد الشغل ده كوبي. فهي دي الطريقه اللي انا بقول لكم عليها، مهمه جدا عشانكم ان انتوا هتقفوا زي ما اتفقنا على الافكت ده، ولازم تدوسوا عليه تاكتفوه علشان تاخدوا الحاجه اللي انتوا عاوزينها بالالت وكوبي. فانا عايزه مثلا هاخد 6 كوبي من الارت بورت ده، فانا اقدر اعمل كده. فاهميني؟ بدل ما هتقعدوا تعملوا التصميم تاني هنا وتاني هنا وتاني هنا، تضيعوا وقت بقى. المفروض الوقت مهم جدا للناس اللي بتشتغل فريلانسر، لازم يبقى وقتهم على قد ما يقدروا يستغلوا وقتهم. فدي اهم تشيك في الجزئيه اللي هنا دي. هنا بيقول لي الارت بورد اوبشن، لو ضغطنا عليها برضو هيجيب لي حاجه حلوه جدا. انا نفس الكلام اللي هنا برضو، بس هيجيب لي عايز طيب الطول والعرض بتاع المقاسات بتاع الارت بورد بتاعك. وطبعا اكون واقفه على الارت بورد المعين. انا مثلا واقفه على رقم 2 ده، فانا اقول له خلي لي مقاسه مثلا 2000 في 900 مثلا، ماشي، وخليه لي بالطول لو سمحت، وعايز ايه تاني بس كده، اقول له اوكي. فزي ما انتم شايفين اهو حطه لي هنا. انا مثلا انقله عادي، ابتدي انقله هنا. فهمتوا الفكره؟
فتقدروا ان انتوا تعدلوا على الشغل بتاعكم تاني، بدل ما انتوا هتيجوا عند النيو تاني وترجعوا تعملوا نيو، انتوا هتلخبطوا الدنيا. فلا، يفضل ان انتوا تبقوا حافظين الاعدادات، ان انتوا تقدروا تعملوا لها اعاده ترتيب من هنا. طيب دي المقاس بتاع الارت بورد. تمام، اهو انا كنت عاملاها 900 وهنا 2000 اللي انا عاملاها الهاي الطول و900 اهي، ولكن الاكس والواي دي لو تعالوا نلعب فيها عشان تشوفوا الشكل بيحصل ايه. يعني نزقها ليمين شويه او نزقها شمال. فانتوا لو عايزينها ليمين يبقى هتلعبوا في الاكس، عايزينها تتزق شمال يبقى هتلعبوا في الايه، في الواي. دي مش مهمه قوي لان انتوا تقدروا اصلا ايه تمسكوها كده وتعملوا كده، دي مش محتاجين تلعبوا فيها من هنا يعني. لكن الويت والهاي دي مهمه ان انتوا تعرفوها من هنا، ان انت عايز مقاس بتاع الارت بورد بتاعك او المشروع بتاعك يكون ايه. لو انت بتعمل بيزنس كارد مثلا، فانا عايزاه 6 في 9 مثلا 6، وعايزاه هنا ايه خليه 9 اهو. بصوا صغر ازاي، طبعا هو مش بقى باين لانه صغير جدا اهو. لو قعدت اكبر او ممكن نعمل اهي كنترول 0 هيدولنا. هو طبعا مش باين ليه؟ علشان الرسمه اللي انا رسمها دي. تعالوا نمسحها اهو، بصوا صغير ازاي. شوفوا هو ده البيزنس كارد اللي انا عملته، اللي هو كام؟ اللي هو 6 اهو 6 في 9. فهمتوا ازاي الفكره؟ طيب طبعا اقف بالموف تول عشان امسح، وعايزاكم تحفظوا اختصارات اي اداه هنا عشان يبقى سهل عليكم، بدل ما انتوا بتستخدموا الموف تول السلكشن قصدي تول كتير. هي اسمها سلكشن تول هناك في الفوتوشوب، اسمها موف تول، يعني بنمشي بيها وبنتحرك بيها. فلو انا وقفت على السلكشن تول هنا ممكن تجيب من حرف الفي من الايه، من الكيبورد على طول. تمام، احنا كده تقريبا عرفنا كل الحاجات اللي ليها علاقه بفتح البرنامج، وازاي نعمل زوم ان وزوم اوت، وازاي نقدر نلعب في الارت بورد ونغير مقاساتها. لو ضغطنا على افكت هنا وضغطنا دوكيمنت راستر افكت سيتنج، دي هتجيب لنا ايه بقى؟ دي برضو هتجيب لنا حاجه مهمه، ان احنا نقدر نغير من هنا برضو الار جي بي او جراي سكيل لو عايزينها جراي سكيل. دي مش موجوده على فكره هناك في الفايل، فاحنا هنحتاجها من هنا لو احنا محتاجين جراي سكيل، يعني الشغل بتاعنا يكون ابيض واسود. تمام. او حاجه اسمها بيت ماب دوت بيستخدموه لما بيجوا يطبعوا في الطباعه، احنا مش هنحتاجها دلوقتي. احنا هنحتاج الار جي بي مثلا او الجراي سكيل لو احنا محتاجين ابيض واسود، او زي ما احنا قلنا الاس ام واي كي ده طبعا من ايه، من فايل، من قائمه فايل زي ما اتفقنا. وطبعا لو احنا بنحط زي ما اتفقت معاكم في الاول صوره جايه من الفوتوشوب يبقى هتحتاج ريزوليوشن، يبقى نختار الريزوليوشن من هنا. فدي مهمه ان انتوا تعرفوها، اللي هي دوكيمنت راستر افكت سيتنج جايه من قائمه افكت. هنا بقى حاجه مهمه، الباك جراوند بتاعتنا هنا بيقولك ان هي ترانسبيرنت. طب ازاي هي ترانسبيرنت وانا مش شايفاها ترانسبيرنت، شايفاها بيضه؟ هو هنا وايت، لو وايت يبقى هي فعلا هتبقى بيضه، ولو قلت له اوكي هي فعلا هتبقى بيضه. ولكن لو ترانسبيرنت دي هتعرف ازاي انها ترانسبيرنت اصلا؟ هتقول اوكي من هنا، وتعالوا اوريكم ازاي. انا مثلا رسمت حاجه بيضه فمش هتبان لي اصلا انها ايه موجوده. مثلا انا هعمل كده وهخلي اللون ده ابيض واخليه من غير ستروك حتى، بس انا مش، لو شلت ايدي كده مش باين ان انا عملت حاجه هنا، صح؟ طب اعرف ازاي؟ هاجي عند فيو هقول له شو ترانسبيرنسي جريد، يعني وريني الشفافيه بتاعه الايه، الصفحه بتاعتنا. فهو كده ده شكل الصفحه فعلا الحقيقي ان هي شفافه. انا بتنفعني جدا جدا لو انا بعمل ايه يا جماعه، لو انا بعمل لوجو وعايزه اعمله من بدون خلفيه، فطبيعي هعمله على الترانسبيرنت. بس انا مش عايزه مثلا، انا دلوقتي هو فادتني عشان انا بصوا لما جيت رسمت المربع الابيض ده عرفت ان انا رسمه مربع ابيض فعلا. ليه؟ لان انا واقفه على الشفافه. ولكن انا مثلا بعمل لوجو وعايزه المنظر يكون باين لي ان هو ابيض ولكن هو شفاف عشان اعرف اشتغل، فهعمل له ايه؟ هقول له فيو واقول له العكس بقى. انا قلت له الاول قلت له شو هيد دلوقتي، فانا الاول قلت له شو وريني كده الترانسبيرتي الشفافيه، انا دلوقتي بقول له اخفي لي الشفافيه بتاعتها، فرجع لي كانها بيضه بس هي مش بيضه، هي شفافه.
ده ليه؟ عشان انا جيت هنا عند الايه الافكت وقلت دوكيمنت راستر افكت سيتنج واخترت انها تكون ترانسبيرنت. ده لو انا بعمل لوجو مهم قوي ان انتوا تبقوا عارفينه عشان اللوجو يبقى شفاف، الخلفيه وراه شفافه، فتقدروا ان انتوا تدوا للعميل لو عايزين، لو هو عايز لوجو لوحده مش عايز ايه معاه خلفيه يعني. تمام. طيب الوايت دي لو انا عايزه ايه وايت واقول له ايه اوكي، وانا فعلا متاكده ان انا عايزه الخلفيه بتاعتي بيضه، ولكن انا لو مش عايزاها بيضه وعايزاها شفافه برضو وانا اللي اعمل لها خلفيه براحتي، فانا برضو اجيب المربع ده وابتدي اعمل كده على قد الملف بتاعي واقول له خلي لي بقى الخلفيه بتاعتي حمراء، خليها خضراء، خليها لبني، لو انا بعمل مشروع وعايزه خلفيته بالشكل ده. فهمتوا؟ فانتوا برضو حرين، بس في الحاله دي مش هتبقى شفافه، هتبقى اللون ده، الخلفيه هتبقى اللون ده. لو احنا عملنا لوجو واللوجو ده مثلا ايه عباره عن مثلا اي شكل، اي حاجه مثلا، خلينا كاننا عاملين ده اللوجو، مش عايزين نقعد نضيع وقت في ان احنا نقعد نرسم لوجو دلوقتي، واعتبرت ان اللوجو ده هو اللي ايه لما اجي هحفظه، فهاجي اعمل ايه، هقول له اكسبورت. انا مش عايزه برضه اقول الحته دي دلوقتي، بس مثلا اقول اكسبورت از، وهاجي اعمل ايه، وهاجي اختار من هنا، اختار حاجه اسمها ايه بي ان جي. بي ان جي يعني الخلفيه بتبقى ترانسبيرنت. طيب انا مش عايزه برضو اشغلكم بالحته دي دلوقتي، كده كده ان شاء الله هقولها لكم تاني في وقت تاني، بس انا بقول لكم ايه الفرق ما بين دي ودي. انا عملت الخلفيه رغم انها شفافه، انا اللي عملتها له مربع ولونتها، لكن دي انا مش هعمل له مربع وراها، ولكن هعمل له اللوجو لوحده، ايه يظهر لي بعد كده اللوجو لوحده من غير اي خلفيه وراه. تمام. يبقى احنا عرفنا من هنا الدوكيمنت راستر افكت مهمه جدا علشان هنختار منها ايه الجزئيه دي.